أفضل وأعظم ماء مطر من بين أيام السنة هو ماء مطر نيسان. هذا الشهر شهر الرابع إن شاء الله، فيه الشفاء من كل داء بكيفية معينة، ويعتبر إكسير عجيب. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألا أعلمكم دعاء علمني جبرائيل عليه السلام حيث لا أحتاج إلى دواء الأطباء. فقال أمير المؤمنين وسلمان عليهم السلام: وما ذلك الدواء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: تأخذ من ماء مطر نيسان وتقرأ عليه فاتحة الكتاب 70 مرة، وآية الكرسي 70 مرة، وسورة التوحيد قل والله أحد 70 مرة، وقل أعوذ برب الفلق 70 مرة، وقل أعوذ برب الناس 70 مرة، وسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون 70 مرة، وتشرب من ذلك الماء صباحا ومساء 7 أيام متوالية. يقول صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا، أن جبرائيل عليه السلام قال: إن الله يرفع عن الذي يشرب من ذلك الماء كل داء في جسده ويعافيه. والذي بعثني بالحق نبيا، النبي يقسم ببعثته إن لم يكن له ولد وأحب أن يكون له ولد وشرب من ذلك الماء كان له ولد. وإن كانت المرأة عقيما وشربت من ذلك الماء رزقها الله ولد. وإن كان به الصداع فشرب من ذلك يسكن عنه الصداع بإذن الله. وإن كان به وجع العين يقطر من ذلك الماء في عينيه ويشرب منه ويغسل عينيه يبرأ بإذن الله. وفيه شفاء من أمراض المعدة، يعني أمراض القولون وغير القولون، والأمراض الجلدية وغيرها. ويقول صلى الله عليه وآله: من شرب من ذلك الماء إن كان به جميع هذه الأوجاع التي تصيب الناس فإنها الشفاء من جميع هذه الأوجاع. من شرب ماء المطر في شهر نيسان، فاستثمر ماء المطر في هذا الشهر أيها الأخوة، فإن شاء الله تعالى تعافى من جميع الأمراض، وهو بضمان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.